السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح لنا على حضراتكم، وصباحكم معطر بذكر الله، اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد، يوم سعيد على حضراتكم جميعا، يا رب بالخير واليمن والبركات. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وبصحة وسعادة. النهاردة الجزء الثاني بتاع الفيديو بتاع البشرة. كنت عاملاه من فيديوهين سابقين يعني ان شاء الله، وكان له جزء تاني فحبيت انزله مع حضراتكم. ناس كتير جدا جالت سؤالات جدا على موضوع الكريمات بتاعه المرطبات. انا قلت يا جماعه الكريم المرطب اللي هو بيتخلط على بعضه الاكريتين نص او ربع ده زي ده، بس ده اقل شويه في التركيز من التاني. اللي حضرتك تحبيها دي مع بيبانتن. سعر الاولاني تقريبا 25 جنيه لاكريتين، وسعر البيبانتن 125 جنيه. هو غالي شويه بس بصراحه قوي جدا. وبتخلطوا على بعض، بتحطي نقطة واحدة من الأكريتين عليها 2 أو 3 من البيبانتين، تقلبيهم على بعض. ما بتغسلي وشك بمية ساقعة وتضيفيهم على بشرتك ساعة قبل النوم إن شاء الله هيشيل التجاعيد. مش هيشيلها، هو هيقللها بجد يعني. هيشيل لو في كلف في الوش، لو في أي حاجة تانية، اسمرار، أي حاجة، نمش، أي حاجة إن شاء الله هيخفها جدا، وهيخلي بشرتك مترطبة وجميلة جدا. النوع التاني من المرطبات اللي هو البنسينول، وده سعره رخيص جدا للناس اللي مش حابة تجيب اللي هو النوع الغالي. تقريبا الانبوبه بتاعته الصغيره عامله 14 جنيه، مش غاليه ولا حاجه، برضو مرطب كويس جدا. في نوع تاني اللي هو السوفت البامبي او اللبني، اللي تحبيه تستعمليه حلو جدا برضو للايدين والرقبه والبشره. برضو ممكن تستعمليه الصبح، بس بلاش مرطبات وانت خارجه، لان المرطب وانت خارجه ما بيتعرضي للهواء بيجيلك فيه تراب وبيعمل حبوب في البشره. فحاولي ان انت ما تحطيش مرطب وانت خارجه، حطي صن بلوك، ده انسب حاجه. طيب لو انا بحط ميك اب بقى حاجه تانية. لو انا بحط ميك اب لازم طبعا تاسسي موضوع المرطب قبل الفاونديشن، فده حاجه تانية خالص مش هنتكلم فيها دلوقتي مش فيديو يعني، مش موضوع الفيديو النهارده. موضوع الفيديو النهارده بقى حضراتكم، ناس كتير جدا سالتني على موضوع المورد اللي انا كنت بتكلم عنه، وناس ثانيه قالت لي على المخمريه ديت. في ناس كتير تقول لك بدات تغلى، كانت ب 25 جنيه بقت ب 30، بقت ب 35. اعملها ازاي؟ هعمل لكم النهارده بطريقه سهله جدا جدا في البيت، مش هتكلفك، مش هقول لك 20 جنيه، مش هتكلفك 20 جنيه، اقل كمان من 20 جنيه. تمام. برضو المورد هوريكي برضو اتعمل ازاي، انا كنت عاملاه من فتره، فهقول لك على تركيبته بالظبط. حلو جدا في البيت، هتعمليه هينفعك قوي قوي. حاجات بسيطه في البيت هتنفعك بحاجات قليله جدا، مش هتكلفك اي حاجه. يلا بينا نشوف الفيديو النهارده ماشي ازاي، نعمله مع بعض ان شاء الله، ونشوف طريقه المخمريه اللي في البيت هتتعمل ازاي، وكمان المورد ان شاء الله اللي هوريه لكم. تخليكم معايا. تعالوا بقى يا حبايبي نعمل بقى المخمريه. هجيب حاجه تكون غويطه، مثلا مج زي ده كده، او كوبايه كبيره، او طبق غويط، وهبدا احط فيه ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه سخنه جامد يا جماعه، يعني تكون مغليه، علشان كده ايه هنفك بيه. اقول لكم دلوقتي. بسم الله، بسم الله. تمام كده. وهبدا احط ديت علبه من الفازلين حضراتكم، اللي هو بتباع في الصيدليه، رخيص خالص على فكره، مش غاليه ولا حاجه، وهي عامله 13 جنيه تقريبا بالظبط. انا شاريها ب 13 جنيه، اللي هو قبل الفازلين. تمام. ابدا احطها في الميه المغليه ده اهي، وطبعا هثبتها باي. هبدا كده يا حبايبي اضغط عليها لتحت كده، عشان طبعا تسيح الفكره في الموضوع ده ان انا عايزه الفازلين يسيح خالص، وما يبقاش متكتل، ويبقى جامد معايا. تمام. يا رب بس ايه يفك كده معايا. هسيبه بقى شويه في الميه ونرجع نشوفه مع بعض. كده يا حبايبي انا سايباه بقاله يعني اكتر من 5 دقايق اهو في الميه المغليه. فهبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم اطلعه، نشوف بقى هنعمل فيه ايه. اشيل بقى الميه كده بسم الله اهو. هفتح بقى الازازه البرطمان. طبعا هو تقريبا ساح خالص، لانه بل ايدي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، فعلا هو ساح خالص وداب. فهبدا اعمل ايه بعد كده يا لولو؟ هبدا انزل عليه كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. يا رب يكون واضح في الكاميرا. تمام. كده الفازلين بتاعي صح خالص. هبدا اعمل ايه بعد كده يا لولو؟ حضرتك اي برفان انت بتستعمليه هتبداي تحطي عليه على الفازلين، اي نوع انت بتستعملي. شوفي حضرتك بتحبي نوع ايه، وهبدا ارش كده جواه اهو.
الريحه اللي انت بتحبيها. تمام كده رشيت اهو، وهبدا اقلب اي بقى معلقه صغيره اي حاجه عندك، وهبدا اقلب. طبعا انا هقلب، هفصل الكاميرا علشان طبعا امسك العلبه لان مش عارفه اقلب بايد واحده. تمام. وتقلبي الفازلين مع البرفم بتاعك، اي نوع حضرتك بتحبيه وتفضلي ريحته تفضلي استعملي. في حاجه تانية برضو عايزه اقولك عليها وممكن تستعمليها، وهي المسك الابيض من عند العطار. تقدري تجيبي مكعب مسك ابيض تطحني نصه، وتبداي حضرتك تضيفي على الفازلين ويبقى بريحه المسك. في نوع تاني اللي هو حضرتك قلت لك عليه، اللي هو نوع البرفن بتاعك اللي انت بتستعمليه. هقلب بقى الفازلين وارجع لك تاني. كده حبايبي قلبت ريحه البرفان بتاعتي على الفازلين. بعد ما ساح طبعا بدا يمسك في بعضه، لان طبعا الجو برد زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. وبعدين هجيب بقى منه زي ما انا عايزه وهدهن في اي مكان. اولا بيرطب المكان اللي انت بتدهنيه، ثانيا بيثبت البرفان بتاعك كويس جدا، ثالثا بيدي ريحه حلوه جدا وبيثبت على جسمك فتره طويله قوي. وده بديل المخمريه اللي قلت لحضراتكم عليها. ممكن تستعملي البرفان بتاعك، ممكن تستعملي نص مكعب من المسك الابيض بتجيبيه من عند العطار وبتطحنيه وبتحطيه عليه، او ريحه المسك برضو موجوده عند العطار سايبه، سواء ده سواء ده لو انت عايزاه بريحه المسك. تمام. يا رب تكون الفكره بتاعت المخمريه عجبتكم، سهله جدا ما كلفتش مني اي حاجه خالص. علبه الفازلين دي ب 13 جنيه، وكمان يعني شويه برفان بسيط جدا، كم رشه كده منه عملت احلى مخمريه في البيت. تعالوا بقى نشوف المورد. ده يا حبايبي المورد، طبعا انا عاملاه مش هعمله معاكم على طول. انا عاملاه قبل كده. البرطمان ده على فكره عندي بقاله يجي شهرين او 3 شهور. ما شاء الله جميل جدا وبستعمله على طول. هقول لحضرتك عملته ازاي. برده عباره من الفازين الصغيره الحجم الصغير، ضفت عليه بدم غزال جايباه من عند العطار، انبوبه صغيره. شايفين بمجرد بمسك البرطمان ايدي بدات تعلم فيها اللون اهو. شايفين حضراتكم؟ لو حطيت صبعي كده وجبت قطعه من اللون وعملت على ايدي اهو، بيعلم على طول في ايديكي اهو، بيعلم على طول في ايدك لو انت هتستعمليه في اي مكان في انت هتستعمليه. تمام. حضرتك هتعملي ايه في المورد ده علبه الفازلين عليه، حطيت عليه دم غزال. جبت انبوبه صغيره من دم الغزال من عند العطار. الانبوبه ديت تقريبا كانت جايباها ب5 جنيه. قلبتها على الفازلين وعينته عندي، بستعمله في كل حاجه. بستعمله بحطه على الشفايف، بحطه على الخدود، بستعمله في كعوب الرجلين لما بغسل رجلي بالميه السخنه. قلت لحضراتكم على الخلطه دي قبل كده في فيديو سابق، هعيدها لكم تاني. حضرتك لو عندك تشققات في القدم بتجيبي ميه سخنه تقدري تستحمليها وانت حاطه رجلك فيها ربع كوبايه من الخل، معلقتين كبار من الملح، وشاور الجل الاستحمام بتاع حضرتك. ما عندكش شاور جل تقدري تحطي شويه من الشامبو او كيس من الشامبو من اللي هو الصغير من اي صيدليه. وبعد كده بتقلبيه، وبعد كده تحط رجلك فيها لمده من ربع ساعه لنص ساعه تبع كميه التشققات اللي في رجليكي. بعد كده بتدعكيها بالحجر الاسود، وده طبعا الناس اللي تقدر تستحمله. ما تقدرش تستحمليه استعملي الحجر الطبي اللي بيجي من الصيدليه. بعد كده بتنزلي كل الجلد الميت وتدهني من المورد ده اهو على رجليكي بالفازلين، وتلبسي شراب، والصبح ان شاء الله هتلاقي رجليكي زي الفل وواخده اللون الوردي الجميل ده. تمام. يا رب يكون فكره النهارده عجبتكم، سواء فكره المورد او فكره المخمريه اللي احنا عملناها مع بعض. ان شاء الله جربوها وهتنفعكم جدا وهتتبسطوا منها جدا. بشكركم جدا. يا رب فكره الفيديو النهارده تكون بسيطه وسهله على حضراتكم وسهله وما اتكلفتش مني اي حاجه. على فكره انبوبه الفازلين دي بتقعد عندي فتره طويله، بتكفيني فتره طويله جدا، وبستعملها طبعا بالليل. المخمريه دي بستعملها في اي وقت انا خارجه فيه، بحطها على اي مكان انا عايزاه، على كفه ايدي، تحت ورا وداني، اي مكان بتستعملها في البيت وانت قاعده في البيت. ريحتها حلوه جدا. اللي عايزه بالمسك زي ما قلت لحضراتكم استعمل المسك الابيض، واللي عايزه بريحه البرفم بتاعه تقدري حضرتك تعملي زي ما انا عملت، تضيفي عليها البرفم بتاعك وتقلبي. ده بعد طبعا ما تسيحيها في ميه سخنه عشان يبقى الريحه كلها في الفازلين. تمام. وزي ما انتم عارفين حضراتكم ان الفازلين بيثبت اصلا ريحه البرفان في الجسم، فطبيعي هتبقى ثابته معاكي لمده طويله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. بشكركم حضراتكم جدا. ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.